السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير مننا ومن اولهم انا كنت بحتار جدا في اللحمه وقطعيات اللحمه اللي بتتشوي. بس اخيرا عرفت القطعيات الحلوه اللي ممكن تتشوي. وعايزه اقول لكم معلومه مهمه قوي يا جماعه، ان اللحمه لما بيكون فيها دهون بتكون فعلا في الشوي احلى كتير من اللحمه الحمراء. في ناس كتير قوي وانا كنت برضو منهم، يعني مختلط عليا الامر ان اللحمه لما تكون حمرا بتكون احلى. لكن فعلا حقيقي ان اللحمه لما بيكون فيها دهون بتكون احلى واطرى واجمل وكل حاجه. هنتبلها النهارده مع بعض بتتبيله سهله وبسيطه جدا، ومش عايزه اقول لكم من غير ميه بصل ولا بشر بصل ولا اي حاجه، وهتدي نتيجة هايلة. معايا كوبايتين لبن ومعايا كوباية زبادي. بصوا التتبيلة دي على حسب الكمية اللي انتوا هتتبلوا فيها. انا حطيت كل البهارات، بهارات توم بودرة وبصل بودرة وبهارات لحمة وبابريكا وفلفل. حطيت كله ما عدا الملح، لان انا كنت هبيت اللحمة في التتبيلة، فعشان كده ما رضيتش احط الملح من قبلها يعني. فقلت هحطه قبل ما اشويها على طول. وحطيت دبس رمان هنا كمان. وحطي التوابل اللي انت عايزاها، يعني ما ترتبطيش بنوع من توابل معين او التوابل اللي انا عاملاها. التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. دي الريش الضاني اللي انا كنت جايباها معاكم، كنت عاملاها معاكم قبل كده في المشتريات بتاعتي. دي كيلو ريش كده، عملتها زي ما انتم شايفين ونزلت عليها التتبيله بتاعتي. ومش عايزه اقول لكم هي كانت التتبيله دي طعمها حلو ازاي. بس انا كمان النهارده هقول لكم ان انا هعمل حاجه حلوه قوي نفعتني كام يوم، وبصراحه هتنفعكم برضو في حاجات كتير قوي. انا عملت من اللحمه دي، وعملت كنت انا برضو جايبه ريب اي، قطعت منه 3 شرايح وهشويهم مع اللحمه دي. تبلت الريش وتبلت الريب اي وجبت نص كيلو بانيه وتبلتهم كل ده بنفس التتبيله، وكل دول هشويهم. والتتبيله دي ممكن في الفراخ البانيه، او ممكن اعملها بالبانيه عادي. فالتتبيله دي مش هتقولي لا. وكمان التتبيله دي لو حطيتها وطلعتها على طول على بقسماط من غير ما تبقي عايزه تحطي بيض خالص، برضو مش هتقول لا. فالتتبيله دي موفره وطعمها حلو. مش عايزه اقول لكم ان البانيه كمان كان بالنسبه لي طعمه يجنن، يعني حلو جدا جدا واحلى من اللحمه كمان بالنسبه لي. الريب اي كانت في المرتبه الاولى، يعني احلى كمان عندي من الريش. بصراحه كانت عجباني جدا جدا، وبتتشوي في وقت قياسي ومستويه جدا 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 فعلا يعني. فحبيت ان انا انقل التجربه دي، لان فعلا التتبيله مع الريب اي، يعني انا اول مره كنت اجيب ريب اي كنت بجيب الستيك، بس الستيك ارفع وما بقاش فيه نسبه دهون زي نسبه الدهون اللي موجوده في الريب اي. نسبه الدهون الموجوده في الريب اي ادت اللحمه يعني قطعيه، يعني تحسوا ان هي جوسي جدا جدا وانتوا بتاكلوها، ومش ناشفه خالص ومش مفتله، لا بتقطم كده وطعمها يجنن حقيقي يعني. فاللي عايز يشوي لحمه بجد يجيب ريب اي، فهي دي من القطعيات المستحبه اللي انتوا تعملوها. جبت التتبيلات دي كلها، قصدي القطعيات دي كلها، الريش مع الريب اي مع البانيه، وغطيتهم وحطيتهم في التلاجة. طبعا مش هعمل الكمية دي كلها لان الكمية دي كبيرة قوي علينا كلنا. تمام. فعملتها على مرتين، يعني شويت اللحمة على مرتين، من ضمنهم بس خدت قطعتين 2 بانيه، هتشوفوا دلوقتي وانا بشوي. لكن اللحمة والريب اي هما اللي عملتهم على مرتين، وبقيت الفراخ او البانيه معايا لسه عندي، ما عملتهمش حتى لغاية دلوقتي، يعني انا لسه ما عملتهمش. فسايباهم في التتبيلة، ممكن تحطيهم في الفريزر وتستخدميهم في اي وقت. وزي ما قلت لك تقدري تشويهم، تقدري تعمليهم بانيه عادي وتحطيهم في البيض والبقسماط. شويتهم انا بطريقتين زي ما انتم شايفين كده على الجريل على النار. ودي كانت بالنسبة لي الطريقة الأحلى، يعني عجبتني أكتر كمان، ما خدتش وقت، وعجبتني أكتر من إن أنا شويتهم في الفرن. شويتها في الفرن خدت وقت جدا، وما طلعتش متحمرة ولا واخدة اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي مع ال الجريل يعني اللي على النار. وحقيقي هو في الآخر كان هو نفس السوا، يعني ما حسيتش ان في فرق كتير جدا. بس زي ما قلت لكم اللي على الجريل كانت يعني أسرع شوية بالنسبة لي، واخده لون احلى. وكمان لو حطينا يعني فحمايه بقى في النص، يبقى اكني فعلا شوياها على الفحم يعني. عايزه اقول لكم هنا ان انا ما حطيتش اي نوع من انواع الميه، حتى انتوا هتشوفوا الجريل في الاخر
يعني واخد طبقة تحمير جامدة، يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع سوائل، ولا حتى اللحمة نزّلت سوائل خالص. يعني حطيت بقى البانيه كده في الآخر علشان عارفة إن البانيه هيستوي طبعًا أسرع من اللحمة، طلّعتهم على طول. يعني بيتهيأ لي ما خدوش 10 دقايق، أقل من ربع ساعة كمان، يعني ما خدوش الوقت الكتير أوي، بالعكس خدوا في الفرن وقت كبير جدًا على ما بدأت السوائل اللي موجودة في اللحمة تغلي وتستوي. فلأ، أنا شايفة إن دي تجربة أحلى كتير، بس هو خيار للناس اللي ما عندهاش الجريل ده. شُفتوا الجريل في الآخر التحمير عامل إزاي؟ ده الطريقة التانية عملتها في يوم تاني، وعملتها في الكيس الحراري كده زي ما أنتم شايفين، ودخّلتها الفرن. فبرضه دي بالنسبة لي كانت يعني زي ما باقول لكم كده خيار لو أنتِ ما عندكيش جريل على البوتاجاز. ممكن تتعمل في طاسة تيفال على فكرة، مش لازم جريل مضلّع يعني، أو جريل للشوي، تمام. ما تنسوش بس قبل ما تحطّوا اللحمة تحطّوا ملح، لإن أنا نسيت وأنا باحطّه على الجريل، لكن المرّة دي لمّا جيت حطّيته في الكيس افتكرت وحطّيت الملح. عشان طبعًا لو أنتِ هتتبّلي قبل ما تستخدمي الحاجة على طول، حطّي ملح ما فيش أي مشكلة، هي ساعة كفاية. وممكن كمان أقل تتّبل وتبقى كويسة. يعني اللحمة صغيّرة، القطع بتاعتها صغيّرة، فمش محتاجة إن هي تتّبل كتير أوي، بس حقيقي التتبيلة كانت حلوة واللبن مطرّي اللحمة. بُصّوا بقى هنا الكيس زي ما أنتم شايفين كده اللحمة من فوق احمرت، لكن من تحت طبعًا يعني ما خدتش لون. فزي ما باقول لكم هو ده فرق الجريل، إن هي خدت اللون من على الجنبين، لكن هنا اللي كانوا تحت الجزء بتاع اللحمة اللي كان تحت ما أحمرش، ما خدش لون، بس طبعًا كان مستوي جدًا. تقدّميه بقى مع رز، تقدّميه مع مكرونة، مع عيش وسلطة طحينة وسلطة خضرا. فهي أكلة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت زي ما باقول لكم، وتقدري تعمليها كده يعني يوم تكوني متبلة من بالليل، وهتقومي هتدخلي الفرن او هتحطيها على الشواية من فوق البوتاجاز، مش هتاخد اصلا يعني زي ما بقول لكم ربع ساعة. فدي من ضمن الاكلات الحلوة قوي. تقدري بقى تعملي التتبيلة دي وتفرزي سواء فراخ او لحمة او ريش او اي حاجة عايزة تشويها او تحطيها في الفرن، هتبقى هايلة جدا جدا معاكي والنتيجة خطيرة. تعالوا بقى نعمل كده تحلية حلوة، وبقالنا كتير قوي ما عملناش حاجة حلوة. الولاد كانوا عايزين ياكلوا حاجة حلوة فعملنا رز بلبن. عملت النهاردة في الرز بلبن تكاية حلوة قوي، عجبتني بصراحة، وهتشوفوا شكل الرز بلبن في الاخر كان عامل ازاي. معايا هنا كوباية رز يا دوبك غسلته، ما غسلتوش قوي، ما خليتش الميه تنضف كده وتبقى شفافه قوي، يعني زي ما انتم شايفين الميه بيضه كده علشان النشا اللي موجود فيها. وحطيت عليها 4 كوبايات ميه. الميه بقى عادي كده باي كوبايه انت هتعايري بيها الرز، هي دي اللي هتعايري بيها كل حاجه. بعد كده هتفضلي تقلبي على نار متوسطه لغايه لما الرز يتشرب، وتقلبي على طول عشان الرز ما يشطش لا قدر الله ولا حاجه وانتي في ايدك. خلاص زي ما انتم شايفين كده الرز لسه فيه سوائل. انا استنيت لغايه لما السوائل كلها اتشربت من الرز، وبدات احط اللبن اللي انت هتحطيه يا ريت ما يكونش مغلي قبل كده. لما تحطيه بخير وكده بيبقى القشطه كلها فيه. وطبعا لو حابه كمان تحطي قشطه معاه يبقى يا ريت، يبقى الرز بلبن هيبقى خطير عن كده كمان. زي ما انتم شايفين خلاص اتشرب خالص، وهبدأ انزل اللبن. هنزل على كوباية الرز لترين لبن او 2 كيلو لبن. يعني كيلو لبن بياخد نص كوباية رز بس علشان يكون الرز بلبن كريمي وما يبقاش فيه رز كتير. طبعا في ناس كتير بتحط يعني رز كتير وبيبقى تقيل معاهم. فانا بقولك يعني ان هو اللبن لما يكون اكتر بيكون احسن، والرز بلبن كريمي اكتر. انا حطيت على فكرة كوبايتين سكر، ما حطيتش كوباية واحدة. كيلو اللبن بياخد كوباية سكر، تقدري تزودي او تقللي، بس انا شايفة ان هو يعني حلو قوي ان الكمية دي على كيلو اللبن، كيلو كوباية سكر على كيلو اللبن. هنا بقى عملت 6 معالق نشا هرمية على 4 معالق كريم شانتيه، وهبدأ ازود عليهم مية لغاية لما ابدأ اخففهم كده مع بعض. وقبل الغليان كده هبدأ اصب على الرز بلبن، تمام. هحط هنا النشا ليه؟ لان انت لو انت مش عايزه تحطي النشا هتفضلي تقلبي فتره طويله جدا لغايه لما النشا بتاع الرز يطلع والرز يتقل، وهتفضلي واقفه فعلا فتره طويله على بال ما الميه اللي في اللبن تتبخر ويبدا اللبن والرز يتقل مع بعضه، تمام. فبصراحه بستسهل الموضوع ده وبنزل كده بالنشا، بيدي نتيجه حلوه برضو. وقبل ما يبدا اللبن يغلي علشان النشا ياخد شويه
في السوا مع اللبن علشان ما تحسيش بطعم النشا. وهي دي تركه برضو مهمه جدا، لان في ناس بتستنى لما اللبن يبدأ يغلي وتقوم منزله النشا، فيدوب على طول بيربط وتحسي ان انت بتاكلي طعم نشا في قلب الرز بلبن. لكن لما تعمليها من قبلها بشويه بتبقى حلوه. هنا بقى التركايه دي، وهي معلقه صغيره بيكنج باودر بتحطيها على الرز بلبن، بيخليه فلافلي وكريمي جدا. مش عايزه اقول لكم عامل ازاي، انا كنت يعني شفت المعلومه دي قبل كده، وبعدين واحده زميلتي بقى عملتها وقالت لي فعلا حلوه جدا. فقلت لا خلاص ما بديهاش بقى اجربها علشان اتاكد يعني، وفعلا هتشوفوا الرز بلبن هايل ازاي. خلاص بعد ما الرز بلبن غلي هبدأ انزل كده على الرز بلبن بتاعي في اي كوبايات واطباق عندي. وبصراحة الاتنين كيلو عملوا كمية حلوة جدا. طبعا الرز بلبن البولة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي بتتباع بره اقل حاجة يعني لما يكون عند لبان ومش حلوة قوي كمان بتبقى ب6-7 جنيه. في رز بلبن بولات صغيرة دي بتعدي ال10 جنيه كمان. لكن انتوا شايفين يعني ما شاء الله عملت اطباق كتير قوي الاتنين كيلو. وكمان انت عاملاه انت مضامنه يعني اللبن بتاعك وانت بتعمليه عامل ازاي. غطيته بقى بالاسترتش وبيته لتاني يوم. شايفين الكشكشه اللي على الوش؟ هي مش كشكشه كتير قوي بس يعني كشكشه شويه يعني. آه المفروض ان ده تاني يوم. زي ما بقول لكم انا كنت عامله الرز بلبن بالليل، فبصراحه في يعني اوقات بعمل فيها الرز بلبن ولما اجي احطه في التلاجة لتاني يوم واجي اقطم بيتقطم معايا قطمه، يعني عارفين بيبقى الرز بلبن يعني واخد كده سمك او تقل كده. هتشوفوا دلوقتي المعلقه وهتشوفوا الرز بلبن متماسك جدا من فوق زي ما انتوا شفتوا كده، وهتشوفوا الرز بلبن من جوه عامل ازاي. وانا حاسه فعلا ان البيكنج باودر هو اللي عمل النتيجه دي. شايفين الرز بلبن عامل ازاي؟ خفيف جدا، كريمي جدا، وفعلا فعلا طعمه هايل. طبعا البيكنج باودر ما اثرش خالص على الطعم، بس حقيقي الطعم حلو جدا يعني. جربوا التركه دي هيعجبكم قوي. قلت بقى اشاركها معاكم يعني. جربوه، قولوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.